بيبدأ الفيلم بشخص اسمه مايك وهو بيلعب رياضة وبيجري، لكن فجأة بيظهر شخص مقنع وبيهجم على مايك وبيقتله. وبيعدي 6 شهور على موت مايك من غير ما يعرفوا مين القاتل الحقيقي. وفي اليوم ده بنشوف مرات مايك واللي اسمها شارل، وبتكون بتصحي ابنها أنتوني عشان يروح للمدرسة. وبنعرف ان أنتوني مكتئب وبائس من وقت موت أبوه، وعلى الرغم من ان شارل بتحاول تخرجه من الحالة دي، لكنها في كل مرة بتفشل وبيسيبها أنتوني وبيروح المدرسة. وهناك بنعرف ان أنتوني بيتعرض للتنمر من أصحابه في المدرسة. وبيجي أنتوني يفتح اللوكر بتاعه وبيلاقي صور كتير لأمه فبيتضايق. وفجأة بيظهر صاحبه برانتو وبيفضل يتنمر عليه وبيضايقه. وبيكون أنتوني متعصب جدا لكنه خايف من برانت فما بيعملوش حاجة. وفي الوقت ده بيظهر شاب اسمه ديلان جديد في المدرسة، وبيقول لبرانت يسيب أنتوني في حاله ويبطل يضايقه. فبيخاف برانت منه وبيمشي. وبيروح أنتوني هو كمان للفصل بتاعه. وآخر اليوم بيرجع للوكر بتاعه مرة تانية، وبيفضل مركز مع بنت اسمها ميجان عشان بيحبها من زمان، لكنه بيكون مش قادر يعترف لها بحبه. وبيكون ديلان في الوقت ده مراقب أنتوني، وبيقرر ان هو يعرفه على ميجان. فبيروح لها وبيعرفها على أنتوني وبيقول لها انهم اصحاب من زمان. وبيقول لها ديلان ان أنتوني هيقدم على اختبارات فريق الكرة في المدرسة. فبيقول لأنتوني ان هي عايزة تشوفه مرة تانية وبتسيبه وبتمشي. وبيروح أنتوني وديلان في الوقت ده لاختبارات فريق الكرة، وبيكون من ضمن اللي بيعملوا الاختبارات برانت اللي بيفضل يتريق على أنتوني برضه. وبتبدأ الاختبارات وبيقدر ديلان يلفت الانتباه، وده بسبب طريقة لعبه على عكس أنتوني اللي بتكون دي أول مرة يلعب فيها أصلا. وبعد ما بيخلصوا الاختبارات بيتكلم ديلان مع أنتوني وبيقولوا انه مستواه هيتحسن بس هو يتدرب كتير. وبيكون أنتوني مستغرب من اسلوب ديلان معاه وانه بيساعده طول الوقت. فبيقوله ديلان ان هو بيعمل كده لانهم بيعانوا من نفس الحاجة، وده لان ديلان هو كمان ابوه مات من 2 سنين، ومن وقتها وهو مش قادر يتخطى موت ابوه، وعشان كده هو عايز يساعد أنتوني ويخليه يتخطى موت ابوه. وفي نفس الوقت ده بتكون شارل في طريقها للشغل وبتقابل ضابط شرطة اسمه تيدي، والضابط ده بيحقق في قضية قتل مايك. فبيقول لشارل ان هو لسه موصلش للقاتل، وبنعرف من كلامه ان هو صاحب شارل من زمان وكمان معجب بيها، لكن هي مش بتبادله نفس الاحساس. فبتودعه شارل عشان تروح لشغلها، وبعد الشغل بترجع للبيت مرة تانية وبتلاقي ان أنتوني لسه مرجعش من المدرسة. فبتفضل مستنية في البيت وهي قلقانة لا يكون حصل له حاجة. لكن بيجي أنتوني مع ديلان وبيعرفه على أمه، وبيقول أنتوني لأمه ان ديلان صاحبه الجديد، وبيقول لها ان هو طيب جدا وجدع وبيساعده طول الوقت. وبيقول لها ان هو كمان قرر يعمل حفلة في البيت بالليل وكمان يعزم كل أصحابه في المدرسة. وبيطلب أنتوني من ديلان يدخل معاه البيت عشان يجهز الحفلة فبيوافق. وبالليل بيتجمع كل أصحابهم من المدرسة في بيت أنتوني عشان يحتفلوا. وبيكون أنتوني طول الحفلة مشغول مع ميجان وبيتكلم معاها. وبنلاحظ ان ديلان بيفضل مركز مع شارل طول الحفلة وبيبص عليها، وشارل بتلاحظ نظراته وبتستغرب لأنه في سن ابنها. وفي الوقت ده بيسيب ديلان الحفلة وبيروح لأوضة النوم بتاع شارل، وبيلاقي صورة ليها مع جوزها وابنها. فبيفضل مركز مع الصورة كتير جدا. وفجأة بتدخل شارل للأوضة وبتسأله هو بيعمل ايه. فبيقول لها ان هو كان بيدور على الحمام لكن وصل هنا بالغلط وبيسيبها وبيخرج. وتاني يوم بيبدأ ديلان يدرب أنتوني على اللعب عشان يطور مستواه، وفعلا بيتطور مستوى أنتوني بسرعة، وده بيظهر في ماتشات المدرسة. فبيتضايق برانت لما بيشوف المستوى اللي وصل له أنتوني وبيكون غيران منه جدا. فبيقرر ان هو يتنمر عليه مرة تانية ويضربه. فبيستناه بعد التدريب وبيدخل ورا أنتوني الأوضة اللي بيغيروا فيها اللبس، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي ديلان موجود في الأوضة، وديلان بيهدده انه هيضربه لو قرب لأنتوني. فبيخاف برانت وبيمشي من الأوضة. وبعد كام يوم بتنزل قائمة بأسماء اللي اتقبلوا في فريق الكورة، فبيلاقي أنتوني اسمه هو كمان موجود في القائمة. فبيفرح جدا وبيشكر ديلان على مساعدته طول الفترة اللي فاتت. وفي الوقت ده بتعدي ميجان قدامهم، فبيقول له يروح يتكلم معاها ويطلب منها تخرج معاه. فبيروح لها فعلا أنتوني وبيطلب منها يخرجوا مع بعض آخر اليوم، فبتوافق. وآخر اليوم أنتوني بيكون فرحان جدا لأنه أخيرا هيخرج مع ميجان. فديلان بيديله العربية بتاعته وبيقول انه يستمتع بيومه وهو هيستناه هنا في البيت لحد ما يرجع هو وميجان. وبيدخل ديلان وشارل في البيت، فبيعتذر لها ديلان لانه قاعد معاهم معظم الوقت، وبيقول لها انه طلب يقعد عشان يذاكر لان هو لو روح البيت هيكسل ومش هيذاكر خالص. فبتقول له شارل ان هو زي ابنها وممكن يتعامل كأن البيت بيته، لكن من جواها بتكون عاجبها انه جريء. فبتسيبه شارل وبتطلع للدور التاني عشان تاخد دش. فبيستغل ديلان ان شارل مشغولة وبيطلع هو كمان للدور التاني، وبيدخل الحمام على شارل وبيعترف لها ان هو معجب بيها، فبتضعف وبيعمل معاها علاقة. وبعدها بيخرجوا هما الاتنين قبل ما يرجع أنتوني من بره. ولما بيرجع من بره بيلاحظ ان ديلان
ديلان وأمه متوترين جدا، لكنه ما بيهتمش وبيطلع ينام عشان يروح لمدرسته تاني يوم. وبتروح شارول هي كمان لشغلها، وبتتطور علاقتها بديلان وبتقابله في بيتها القديم عشان محدش يشوفهم مع بعض. وفي يوم بيروح برنت لديلان المدرسة وبيقوله ان هو بيراقبه عشان يعرف هو مخبي ايه، وبيقوله ان هو هيفضح سر قريب وهيكشفه للمدرسة كلها. فبيخاف ديلان لا يعرف برنت الحقيقة، وبيقرر ان هو هيرفضه من المدرسة. فبيروح ديلان لأنتوني وبيتفقوا هما الاتنين مع بعض انهم يعملوا خطة عشان يرفضوا برنت من المدرسة. فبيجرح ديلان نفسه وبيروح لملعب الكورة وبيضرب برنت، وبيقول للمدرب ان برنت هو اللي ضربه وجرحه في دراعه بالسكينة. فبيجي المحقق تيدي للمدرسة عشان يحقق في اللي حصل ده، وبتيجي شارل هي كمان عشان تطمن على أنتوني وديلان. فبيقول أنتوني انه شاف برنت وهو بيضرب ديلان وكمان بيجرحه، فبيترفض طبعا برنت من المدرسة. فبيروح أنتوني مع أمه على البيت، وبمجرد ما بيوصل للبيت بتتكلم مع شارل وبتقوله ان اسلوبه متغير من فترة طويلة، وهي مش قادرة تعرف ايه سبب التغيير ده. فبيقول لها أنتوني ان هي مش مهتمة بيه طول الوقت وكمان ما تعرفش عنه اي حاجة، وبيقول لها ان هو بيكرهها اصلا لانها خانت ابوه من سنتين. ومن هنا بنعرف ان شارل خانت جوزها مايك مع واحد في الشغل، وده كان هينهي علاقتهم ببعض، لكنهم حافظوا على علاقتهم عشان أنتوني. وبعد موت ابوه شافها وهي بترمي حاجات بتاعت ابوه، فبيتوقع ان هي كانت بتكره ابوه، ما صدقت انه مات وبدأ يشك ان هي السبب في موته. فبتتخانق شارل مع أنتوني في الوقت ده وبتدافع عن نفسها وبتقوله ان هي كمان كانت بتحب مايك زي ما هو بيحبه بالظبط، وان هي ندمت على خيانتها ليه ورجعت له مرة تانية وكانت بتعامله كويس جدا. وبتقوله ان هي اصلا اللي اعترفت لابوه بخيانتها لانها حست بالذنب، وان هي بعدت عن الراجل التاني ده بمجرد ما حست بالذنب. وبتتضايق شارل من أنتوني، وده لانه بيشك فيها وبتسيبه وبتدخل اوضتها. واخر اليوم بيتصل ديلان بشارل وبيطلب منها تقابله في البيت القديم. فبتروح له شارل وبتقوله ان هي متضايقه بسبب كلامها مع ابنها، فبيحاول ديلان يخرجها من الحاله السيئه اللي هي فيها دي. فبيقرب منها وهم قدام البيت وبيبوسها، وبيعدي شخص غريب في الوقت ده من قدام البيت وبيصورهم، وبيكون ديلان هو اللي متفق مع الشخص ده اصلا، وده عشان يبتز شارل وينتقم منها بسبب غلطه قديمه ليها. وتاني يوم الصبح بتروح شارل الشغل وبتلاقي الفيديو بتاعها موجود على النت. فبتحس شارل في الوقت ده ان حياتها اتدمرت وان هي هتتفضح قدام الناس كلها، وان الناس هتعرف ان هي على علاقه مع واحد قد ابنها. فبتقول للمساعده بتاعتها انهم لازم يتصرفوا في اسرع وقت ويعرفوا مين اللي نشر الفيديو ده. وفي الوقت ده بتكون ميجان هي كمان شافت الفيديو ده، فبتروح بسرعه لأنتوني وبتوريله الفيديو بتاع امه وبتقوله ان برنت كان شاكك في ديلان من مده طويله وكان بيقرب منك عشان يوصل لمامتك. فبيتضايق أنتوني جدا وبيروح على البيت، وبعدها ديلان بيستنى ميجان وبيهددها ان هي لازم تساعده والا هيقتلها. وبياخدها مع البيت وبيبعت رساله لأنتوني من تليفونها وبيخليها تقول لأنتوني ان هي عايزه تقابله وتتكلم معاه، وبتبعت له عنوان البيت بتاع ديلان. فبيروح أنتوني هناك بسرعه، ولما بيوصل ما بيلاقيش ميجان وما بيكونش عارف ايه اللي بيحصل وايه المكان الغريب ده. فبيفضل ينادي على ميجان لكن محدش بيرد عليه، وفجأة بيظهر ديلان من وراه وبيخدره وبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في شجرة في الغابة مع ميجان. فبتقول له ميجان في الوقت ده ان ديلان هو اللي خاطفهم وانه اكيد كمان هيقتلهم. وفي نفس الوقت ده بتوصل رسالة لشارل من رقم غريب وبيطلب منها الشخص ده تروح تقابله في بيتها التاني. فبتخاف شارل من صاحب الرسالة دي وبتتصل بالمحقق تيدي وبتطلب منه يروح لها البيت التاني. وبتسبقه شارل على بيتها التاني، وبمجرد ما بتوصل هناك بتلاقي باب البيت مفتوح. فبتستغرب شارل لان محدش معاه مفتاح البيت اصلا. ولما بتدخل شارل للبيت بتلاقي ان مفيش حد في البيت، لكنها بتسمع صوت غريب جاي من اوضه السينما اللي في الدور التاني. فبتنزل بسرعه للاوضه دي وبتلاقي في فيديو شغال على الشاشه، وبتشوف الشخص اللي هي خانت جوزها معاه من سنتين وبيكون بيلعب مع ابنه على الشط. وفجأة بيظهر ديلان وبيقول لها ان الشخص ده ابوه، وان هي لما دخلت حياة ابوه عملت معاه علاقة دمرت عيلتهم، لان ام ديلان عرفت وقتها بخيانة جوزها واتخانقوا مع بعض وهم في العربية وما كانوش مركزين في الطريق فعملوا حادثة وماتوا هما الاتنين. فبيقول لها ديلان ان هي السبب في كل ده وان هي دمرت له كل حياته وكانت سبب في موت ابوه وامه. فشارل ما بتعرفش ترد، خصوصا لما بيعترف لها ديلان في الوقت ده ان هو اللي قتل مايك جوزها عشان ينتقم منها، وبيعترف لها ان هو بيخطط من سنتين لقتلها هي وابنها، وانه خطف ابنها أنتوني وحبيبته ميجان عشان يقتلهم بعد ما يقتلها هي. وديلان بيقول لها انه هيخليها تقتل نفسها وبيوعدها ان هو ممكن ما يقتلش ابنها لو سمعت كلامه وقتلت نفسها دلوقتي. فبتوافق شارل وبتاخد منه السكينة عشان تقتل نفسها وتنقذ ابنها، لكنها بتخدعه وبتضربه بالسكينة في رجله وبتطلع تجري منه. وقبل ما تخرج من البيت بتلاقي المحقق تيدي وصل، فبتقول له على مكان ديلان وبتقول له انه حاول يقتلها. فبينزل بسرعة تيدي للدور الارضي لكنه ما بيلاقيش ديلان لانه هرب.
بيتصل بضابط تاني في قسم الشرطة وبيعرف منه عنوان ديلان، وبيروحوا هما الاتنين لبيت ديلان عشان يدوروا على أنتوني. ولما بيوصلوا لبيت ديلان بيلاقوا ان أنتوني مش موجود هناك، لكن شارل بتشوف حبل موجود في الأوضة، فبتتوقع ان ديلان ربط أنتوني في مكان قريب من البيت، وبتجري هي وتيدي عشان يلحقوا يوصلوا لأنتوني قبل ما ديلان يقتله. وفي طريقهم للغابة بيتعب تيدي لأنه عنده مشاكل في التنفس، وبيقف عشان يستريح وياخد العلاج بتاعه، فبتسيبه شارل وبتكمل طريقها عشان تنقذ أنتوني. وفجأة بيظهر ديلان ورا تيدي وبيهجم عليه وبيطعنه في جنبه، فبيقع على الأرض. فبياخد ديلان المسدس بتاعه وبيجري ورا شارل، ولما بيوصل لها بيقول لها ان تيدي هو كمان مات بسببها، عشان كده هي لازم تموت. وفي الوقت ده بينجح أنتوني وميجان انهم يفكوا نفسهم من الحبال اللي مربوطين بيها، وبيروح أنتوني يقف قدام أمه عشان ينقذها من ديلان. فديلان بيقوله الحقيقة وبيقوله انه شارل هي السبب في موت أبوه، لكن أنتوني ما بيصدقهوش وبيقوله انه بيحب أمه وهيدافع عنها. وفجأة بتظهر ميجان ورا ديلان وبتضربه وبيهجم أنتوني هو كمان عليه، لكن ديلان بيقدر يوقعهم هما الاتنين على الأرض. لكن فجأة بتهجم عليه شارل وبتوقعه على الأرض وبتاخد منه المسدس، وكمان بتقدر تضربه بيه فبيفقد الوعي، وبتكون خلاص هتضربه بالنار. لكن أنتوني بيوقفها وبيقول لها ان هي هتتسجن لو قتلته، وهو مش هيقدر يعيش من غيرها. فشارل بتسيب المسدس من ايديها وبتقرر ما تقتلش ديلان، وبيكون تيدي ما ماتش بسبب الطعنة، لكنه بيتعالج منها لفترة طويلة. وبعد كام شهر بتروح شارل لتيدي واخيرا بيعترفوا لبعض بحبهم، وبيقرر تيدي في الوقت ده ان هو يتجوز شارل، فبتوافق تتجوزه وبيعيش معاها هي وأنتوني في بيت واحد، وبترجع حياتهم طبيعية من تاني بعد ما كانت باظت من وقت دخول ديلان في حياتهم. وبتتطور كمان علاقة أنتوني وميجان وبيتعلقوا ببعض، وبيكون أنتوني مبسوط انه اخيرا قدر يتخطى موت ابوه، وكمان قدر يرتبط بالبنت اللي هو بيحبها، وبيقدر يخرج اخيرا من حالة الاكتئاب اللي هو فيها. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات.